الجلاش الحلو دايما بالشربات بتسقيه. طب جربي مع الشربات شوية حليب وغرقيه، احلى طعم فعلا هتاكليه. بس في الاول علشان نعمل الشربات هنحتاج كوباية ونص سكر، كوباية مية، وعصير نص ليمونة صغيرة. وهنرفع الشربات على النار من غير تقليب لحد ما يغلي، وتسيبيه 5 دقايق، وحطي كيس فانيليا، وبكده الشربات بقى جاهز. وتجيب الصينية المربعة او المستطيلة وتدهنيها بفرشة سمنة، وهتجيبي لفة الجلاش اللي وزنها 500 جرام يعني نص كيلو، وافرديها في الصينية. ولو الصينية قصيرة كده والورقة طويلة، اتني حروف الورقة بالطريقة اللي شفتيها. بعد كده قطعيها سمبوكسات او مربعات، وهاتي السمنه اللي سيحتيها، ويا ريت يبقى معاها مكعب زبده، وتوزعيها على الصينيه مكان الفتحات اللي قطعتيها. والصينيه ميليها، السمنه هتتوزع بين الطبقات. وبعد كده دخليها فرن سخن مظبوط على درجه حراره 200، وحطيها على الرف اللي في النص والنار من تحت بس. والشربات بعد ما يبرد وتكوني حطيتي له الفانيليا، حطي له كوبايه لبن وقلبيهم مع بعض بالطريقه دي. والصينية هتقعد في الفرن من 25 دقيقة ل30 دقيقة، وهتطلع بلون ذهبي وتحفة. وهي سخنة كده على طول بالشربات والحليب اسقيها. صينية الجلاش اللي وزنها 500 جرام هتاخد كمية الشربات واللبن كله، وسيبيها كام دقيقة بأحلى طعم فعلا هتاكليها. هتبقى مقرمشة أوي من بره وطرية ودايبة من جوه.